بتبدأ حكايتنا في عالم غريب عايش فيه طيور ووحوش ونباتات وأسماك وكمان بشر، وفي فصيلة التنانين اللي بتمتلك أجنحة بتطير بيها ومخالب للدفاع عن نفسها، وكمان بتقدر إنها تحرق أي شيء بالنيران اللي بتخرج من بقها. وكل المخلوقات دي بتعيش في أماكن مناسبة ليها، ففي اللي بيعيش في الأرض وفي اللي بيعيش جوه المية وفي اللي بيعيش على النيران، لكن في الآخر كل واحد فيهم ليه بيت مستقر فيه مناسب ليه ولحياته. وبنشوف بعد كده 2 من كائنات الهلام وهما بيدوروا على بيت مناسب ليهم، وكمان يكون مخفي عشان محدش يجي يستولي على البيت الجديد زي ما استولوا على البيت القديم اللي كان عندهم بعد ما شافوه في مجلة، وكان المنزل مميز جدا عشان كده خدوه منهم بالقوة واضطروا يهربوا ويدوروا على بيت تاني ويكون في مخارج للطوارئ لحين الحاجة ويكون آمن. وهم بيتمنوا انهم يكونوا اقوياء وكبار زي التنانين ويكونوا ليهم بيوت يسكنوا فيها، لكن من الواضح ان مش كل التنانين اقوياء وليهم بيوت ومنازل. عشان كده احنا بنشوف تنين احمر اتطرد من بيته عشان ابوه عاقبه لانه نام وهو بيحرس بيت التنانين واللصوص سرقوه وما قدرش انه يرجع البيت تاني. عشان كده ابوه عاقبه وطرده من البيت عشان يثبت انه يقدر يعتمد على نفسه في المستقبل ويعيش حياته بشجاعة لانه ابن الزعيم وبيلاقي نفسه لوحده ومش عارف يتصرف ازاي وبيخاف ان حد يصطاده وياكله، وبيبدأ يبص على قدراته وايه اللي ممكن يعمله بيها وبيحس ان الموضوع صعب وممكن ما يقدرش عليه، وبيقرر ان الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يحمي بيها نفسه انه يلاقي بيت امن يسكن فيه يحميه من الاعداء. وبنشوف عمال المنجم وهم ماسكين التنين الاحمر بعد ما اصطادوه، وبنعرف انه لما وصل وطلب منهم انهم يبنوا له بيت عشان هم امهر ناس في انشاء البيوت لكنهم قبضوا عليه وطلبوا منه شروط عشان يبنوا له البيت، وطبعا كانت شروط تعجيزية وكانت عبارة عن انه يديهم الانياب والقرون والاظافر والديل، معنى كده انهم عايزين يشرحوه. وبيتظاهر قدامهم انه موافق وبينجح انه يهرب منهم في الغابة، وبيقابل هناك فراشتين بيعرفوا قصته وبيعرضوا عليه انه يجي معاهم بيتهم، لكن بيلاقيه عالي جدا وهو مش قادر يطير بجناحاته، فبيحاول كذا مرة وفي النهاية بيقدر انه يتسلق لحد البيت. وهنا بيعلموه انه لما بيحاول لازم في الاخر هينجح، وعشان كده وجهوه يروح ناحية الوادي لان هناك في كائنات ممكن تساعده. وفعلا لما بيروح الوادي بيقع في فخ وبيلاقي اقزام قدامه هم اللي نصبوا له الفخ، لكن بيعفوا عنه لما بيعرفوا انه جاي من طرف الفراشتين. عشان كده بيقعدوا يسمعوا قصته وبيعرفوا انه بيدور على بيت عشان يسكن فيه وبيدور على حد متخصص عشان يبني له البيت، وهناك بيدلوه على شجرة ضخمة عايش هناك مهندس معماري مهاراته عالية جدا واسمه ديارة. وبيروح التنين على هناك لكنه بيفاجأ بوجود 4 مغامرين بيقفوا قدامه وبيهددوه وعايزين كمان يقضوا عليه، وبيحاولوا انهم يستخدموا كل اسلحتهم في الوقت اللي بيظهر فيه شخص بينقذه منهم وبيبعدهم عنه، وبياخد التنين عشان يعرف قصته ايه. بعد كده بنعرف ان هو ده المهندس ديارة وان كل طلباته انه عايز مكان يعيش فيه وانه بدأ رحلته عشان يلاقي المكان ده. وبنشوف ديارة وهو واقف قدام التنين الاحمر واللي بيشكره على انقاذه ليه وبيعرفه على نفسه وبيقول له ان اسمه التنين ليتي، وكمان ديارة بيعرف نفسه بيقول له انا ديارة المهندس المعماري، وبيطلب منه التنين انه يلاقي له بيت يقعد فيه. وهنا بيخيروا ديارة اذا كان عايز بيت يبنيه له ولا يكون جاهز ولا يأجره من صاحبه، وبيطلب التنين منه بيت يكون صغير ومريح، لكن ديارة ما بيفضلش المواصفات دي لانها مش هتحميه من هجوم الاعداء وخصوصا المغامرين المرتزقة اللي ممكن يعملوا اي حاجة عشان يكسبوا بيها فلوس زي انهم يسرقوا ويقتلوا وينهبوا وممكن كمان يصطادوا وحوش. وعشان كده بيقترح عليه انهم يقوموا بجولة في الاول، وبعد ما يشوفوا كل البيوت هيقدر يلاقي البيت المناسب ليه. وفعلا بياخدوا بقدرات الانتقال الآني وبيروح لمبنى ضخم، وليتي مذهول من طريقة الانتقال دي وبيعجب ليتي بالبيت لان فيه وسائل عديدة مضادة للمغامرين المرتزقة وكمان معروض للبيع. وديارة بيقول له لو عجبك ممكن يحجزه له، وبيدخلوا بعد كده جوه البيت لكن التنين ليتي بيقع في فخ. وهنا بيسأل ديارة عن وصف البيت وبيقول له انه بيتكون من 4 طوابق، 1 فوق الارض وال3 تحت الارض، وفي كمية فخاخ كتيرة عشان المتسللين، وان معظم اللي دخل معرفش يخرج. وعشان كده بيرد عليه انهم يروحوا يستكشفوا بقية البيت، وبيفتحوا اول باب لكن بيقع في فخ تاني وهو رايح على الباب. وديارة بيقول له انه مطيع جدا، عشان كده لما نزل في الدور اللي تحت بيوضح له ان في مصابيح نحاسية لو نوروا كلهم هيفتح له باب جديد، لكن بيكتشف انه وقع في فخ تاني وبينزل الدور الثالث السفلي، وكالعادة بيقع في فخ ثالث وبيقع من مكان عالي لحد لما بينزل الدور الثالث. وهنا بيعلن انه تعب وعايز يستريح، وديارة بيدله على حمام سباحة للمعالجة عشان يعالج اصاباته، لكن فجأة بيلاقي نفسه في دوامة في المية وما بيكونش قادر يستحمل. وهنا ديارة بيبلغه ان انتهى عرض الفخاخ المعمولة للمرتزقة عشان لو حاولوا يهجموا على البيت، وبيقرر انه يرجع للبيت تاني، لكن ليتي بيرفض انه يرجع من نفس الطريق اللي جه منه. لكن وهو راجع بيشوفوه بعض المرتزقة وبيحاولوا يصطادوه، لكن ديارة بيتصدى ليهم وبيقدر ينقذه، وبيتسلق ليتي الجدار لحد لما بيوصل للبيت وبيهنيه ديارة على المجهود اللي بذله. لكن ليتي بيقول له انه مش عايز يسكن في بيت كله فخاخ زي ده، فبيعرض على ديارة بيوت
تانية ما فيهاش الفخاخ دي، وبرضه آمنة من المرتزقة وينفع التنين يعيش فيها، خصوصا انه مش هيحس بالوحدة. وفعلا بيوصلوا البيت اللي بيكون شبه مسكون، فبيخاف ليتي لكن ديارا بيقول له ما تحكمش الا لما تشوف بعينيك. عشان كده هم هيباتوا الليلة دي في البيت، وهو جهز له سرير عشان ينام عليه، وبيبلغوا ان هو هيبقى في الأوضة اللي جنبه، وبيحاول ينام لكن ما بيعرفش، وبيسقط برواز من على الحيطة، وبيتخيل ان في طفل قاعد جنبه، فبيحاول يهرب ويروح على ديارا لكن ما بيلاقيش اي حد جنبه، وبيتخيل ان في حد بيراقبه جوه البيت. وفجأة بيلاقي الدنيا ضلمة وما بيشوفش حاجة خالص، وحد بيديله مصباح كهربائي بينور، وبياخد المصباح وبيلاقي قدامه باب بيفتحه وبيلاقي جماجم بشرية وهياكل عظمية، فبيغمى عليه من الرعب. ولما بيفوق بيلاقي ديارا وصاحب العكار صامويل اللي بيقول له ان دي طريقتنا في الترحيب بالضيوف، وبيحاول يقنعه ديارا ان البيت ده مناسب ليه لان المرتزقة مش هيقدروا يخشوا وهو موجود وفيه الاشباح دي. لكن ليتي بيقرر انه يشوف حاجة اسهل من كده، مش هيقدر يعيش مع الاشباح دي في بيت واحد. عشان كده بيودعوا صاحب البيت وبيروحوا عشان يدوروا على بيت تاني. وبنشوف ديارا وهو ماشي مع ليتي وبيطلب منه انهم قبل ما يروحوا البيت اللي جاي انهم يقفوا في عرين كورونا عشان يرجع السرير اللي كان هينيموا عليه، وهو حاطه في حقيبة معاه تقدر تشيل اي حاجة. وكمان بيعرفوا على السيدات اللي بيشتغلوا هناك، وبيعرفهم على التنين ليتي، وبيخش يشوف المكان فبيلاقي فيه حاجات كتير متنوعة زي الاقزام اللي اثروه قبل كده، وكمان شاف لوحة ناطقة بكلمات مؤثرة تأثر بيها، وشاف انواع من الديكور اللي تنفع للبيت زي المدفأة اللي من الطوب الحراري وتنفع معاه كتنين عشان تستحمل النيران اللي بتطلع منه. فبيقترح ديارا انه يبني له بيت مخصوص، وبيقول له انه عنده المكان المناسب للبيت ده. وبنشوفهم وهم بيروحوا المكان اللي هيبنوا عليه البيت، وبيكون ليتي متحمس جدا عشان البيت يتبني لكنه بيكون شاكك انه يكون معاه حق البيت، وعشان كده بيسأله ديارا هو معاه كام، لكن بيكتشف ان فعلا معهوش فلوس. لكن ديارا بيفهمه ان مشكلة المال هتتحل، لكن ليتي ما بيكونش فاهم هيجيب فلوس ازاي. لكن المهندس ديارا بيقول له انه هيفهم بعدين، وكمان بيعرض عليه نموذج للبيت اللي هو صممه، وبيحدد له المساحة والاماكن اللي هتبقى داخل البيت. وكمان جمع اصدقائه عشان يبداوا في انشاء البيت كلهم، وفعلا بيبداوا في انشاء البيت، وحتى ليتي حاول يساعد معاهم لكنه كل مرة بيفشل وبيعمل مصيبة. لكن في الاخر بيتم الانتهاء من انشاء البيت، وبيشكرهم ليتي جدا. وكمان ديارا بيجيب له 3 حراس عشان يقعدوا معاه ويحموه من هجوم المرتزقة اللي ممكن يجوا، واتفق معاهم ان 50% من الغنايم هتروح لرواتب الحراس، وال50% التانية هتروح لتكلفة البناء والارض. وفعلا بنشوف بعض المغامرين المرتزقة اللي قابلهم قبل كده وهم بيهجموا على بيته، لكن حراسه بيقدروا انهم يهزموهم وهم بيستسلموا فورا وبينسحبوا كلهم. وانتشر فورا في البلدة خبر ان التنين هزم المغامرين المرتزقة بقوته الهائلة، فكل اهل البلدة بدأوا يجوا على البيت بتاعه بيطلبوا الحماية منه وانه يعيش تحت رعاية التنين الاحمر ليتي، وكمان غنوا له اغنية تحكي بطولاته وامجاده. لكن ليتي بيرجع لديارا وبيقول له ان هو مش عايز بيته يكون مزدحم جدا بالناس، وعايز بيت يعيش فيه بهدوء وسكينة. عشان كده بيقول له انهم هيروحوا يدوروا على بيت تاني يكون فيه الشروط اللي هو عايزها. وفجأة ليتي بيلاقي نفسه في مكان كله جليد ودرجة الحرارة تحت الصفر، وبيسأل ديارا هم هنا ليه، وبيبلغوا ديارا انه ممكن يلاقي البيت اللي هيعيش فيه بامان وسلام لان المكان ده تمن الارض فيه رخيص جدا، وكمان مش هيلاقي مرتزقة يجوا لحد هنا عشان يهاجموه. وكمان بيديله مجرفة عشان يبني بيته بنفسه، وكمان بيعلمه ازاي ينقي التلج اللي يصلح للبناء، وبعد كده يكدس التلج فوق بعضه ويملى الفراغات. وهو بيقول له ان كل ما كان البيت اصغر كل ما كان ادفى. وبعد كده بيعلمه ازاي يعلق جلود الفراء في الاوض عشان يساعد في تدفئة المكان. وفعلا بيخلص البيت، لكن ديارا بعد كده بيقول له انه هيسيبه 3 ايام في المكان ده لوحده عشان يتعلم ازاي يدبر اموره بنفسه، وبعدين هيجي عشان يشوف اذا كان هيكمل فيه ولا عايز يروح حتة تانية. عشان كده بدأ يدور على حطب عشان يشعل النار يتدفى بيها، لكن بيفشل انه يعمل اي حاجة، وكمان بيفشل انه يصطاد اي حاجة ياكلها سواء غزلان او ارانب. وفجأة بيلاقي واحد من سكان الجليد بيدعوه انه يخش بيت، ولما بيخش بيلاقي ديارا جوه واقزام وبشر ومغامرين مرتزقة. وفجأة بيلاقي البيت بيدوب وان الجو بقى حر، وبيكتشف انه كان بيحلم، وبيروح على بحيرة متجمدة عشان يدور على اي حاجة ياكلها. وفجأة بيلاقي بيضة وكمان حتة من البحيرة بتتفصل وبتخش على المحيط وهو واقف عليها. وفجأة ما بيعرفش يرجع تاني لانه ما بيعرفش يعوم، وبيبات لتاني يوم عليها. وفجأة بيطلع حوت وبيبلعه، وجوه الحوت بيقابل شخص اسمه جونز وبيقول له انه جوه الحوت وان الجو هنا دافع على طول غير بره، وبيعزمه على حاجة يشربها، وبيعرف حكايته وانه بيدور على بيت مناسب ليه. عشان كده بيدعوه انه يجي معاه في جولة جوه بطن الحوت ويشوف الاوض الموجودة زي اوض الغسيل واوض الوقود اللي بتستخدم دهون الحوت عشان الطبخ والاضاءة. وكمان بيعزمه على الاكل وبيطبخ له سمك، وبيرضى عليه انه يقعد معاه. وبدأ ليتي يفكر انه يعيش في المكان ده، لكن في الاخر بيبلغ جونز انه مش هيقدر يكمل معاه في المكان ده وعايز يرجع بره الحوت عشان يرجع البيضة لاهلها وكمان يرجع لديارة. عشان كده جونز بدأ يجهز طريقة رجوعه من مناخير الحوت، وفعلا بيلاقي ليتي نفسه بره الحوت على التلج ومعاه البيضة سليمة وبقى حر بعدها، بس بيكون جعان جدا. ولما بيحاول
يصطاد فريسه عشان ياكلها ما بيقدرش لان قلبه ضعيف وما بيقدرش يقتل حد. وبعد كده بيكتشف ان الفريسه هي ديارا وانه متنكر، واخده على بيت التلج وقدم له اكل عشان ياكله، وكمان لاحظ حرصه على البيضه عشان يرجعها لاهلها. وفجاه البيضه بتفقس وبيخرج منها طائر. اول لما شاف ليتي افتكر انه ابوه وقعد ينادي عليه وسط ذهول ليتي. وبيرجعوا مره تانية عشان يدوروا على البيت اللي يناسب التنين، خصوصا ان معاه طائر الصغير اللي متخيل لحد دلوقتي ان ليتي يبقى ابوه عشان شافه اول لما طلع من البيضه. وبيحكي له ديارا ان في مخلوقات كده اول حاجه بتشوفها بيفتكر انه من اهله، وكمان بيوضح له ان الطائر ده لما يكبر هيبقى طائر اسطوري وهيبقى مفيد ليه في المستقبل، بس بشرط لازم يعيش في جو بارد مش دافي، وكمان ممكن يتغذى على التلج. عشان كده ديارا رجعه لمنطقه بارده مره تانية فيها تلج كتير عشان ياخد منها تلج للطائر اللي معاه ويتغذى عليه ويقعد وسطه. وفي نفس الوقت بياخدوا ديارا لمجتمع سكني مزدحم فيه كائنات كتير، وديارا بيوضح له ان في المجتمع ده سعر البيت رخيص جدا، وكمان ممكن يعتمد على جيرانه انهم يساعدوه، وكمان عشان الطائر يطلع اجتماعي. لكن الصعوبه انه يلاقي بيت بحجم التنين لان معظم البيوت للاحجام المتوسطه، عشان كده احيانا المرتزقه بيجوا يهجموا على المجتمع السكني ده من وقت للتاني. وفعلا بيلاقوا مجموعه مرتزقه على ذكر الحديث وصلوا وهم بيطاردوا بعض كائنات المجتمع، لكن بيظهر طائر ضخم بيحمي سكان المجتمع ده ضد المرتزقه اللي بيهربوا فورا، وبيظهر مجموعه تانية من المرتزقه لكن برضه الطائر الشرس بيدافع عنهم. وبيبداوا يروحوا لاول مالك عنده عقار ينفع يسكن فيه تنين، وهو كائن براسين، وبيرحب بديارا لانه عارفه وبيعرفهم على ليتي والطائر اللي معاه، وبيرحبوا بليتي وما عندهمش مانع ان يسكن هنا، لكن بيبقوا خايفين من ازعاج الطائر الصغير. لكن ليتي بيوضح لهم انه مش مزعج. في الوقت ده بيصرخ الطائر الصغير صرخه قويه جدا لدرجه ان واحد من الاخوين بيغمى عليه، وبكده بتفشل المهمه الاولى. وبيقابلوا الملك الثاني واللي بترحب بليتي والطائر الصغير اللي معاه، وبتعرض كمان انها تتولى امر وسط فرحه ليتي. لكن فجاه بتظهر واحده تانية بتعترض على وجود الطائر ده في الحي عشان الملكه عامله بيتها زي حديقه الحيوان مزعجه وبينبعث منها روائح كريهه، لكن بتصمم الملكه انها تعتني بيه وبيبداوا يتعاركوا مع بعض. وهنا بيسيبهم ليتي وديارا وبيدوروا على مالك تاني واللي بيوصلوا له واللي بيكون اسد، وبيرحب برضه بليتي وبالطائر الصغير، لكن بيلاقوا ان عنده اشبال كتيره جدا وبيلعبوا مع طائر. لكن فجاه بداوا يعضوه فبيخاف ليتي وبياخد منهم الطائر وبيمشي مع ديارا. وبيقابلوا الملك الرابع وهو صاحب جيم واللي بيرحب بالطائر وبيتحمس انهم يتمرنوا، وفعلا حطوا على سير الجري عشان يختبروا، وكمان بيديله اثقال صغيره عشان يبدا تدريبه. وهنا بيخاف ليتي على الطائر وبيغير رايه وبياخد الطائر وبيمشي. وفجاه بيعرض عليه ديارا انه يتولى امر الطائر ده بنفسه، لكن ليتي بيرفض لانه حاسس انه مش مؤهل انه يكون مشرف على حد وفقد الثقه في نفسه. لكن بيستأذن منه ديارا وبيروح مع واحد من الكائنات بعد ما بيسيب ولاده الصغيرين مع التنين، وفجاه بيهاجموا وحش عشان ياخد منه الصغار اللي معاه. وهنا ليتي بيلاقي نفسه لازم يدافع عن الصغار دول، وفعلا بيبدا يهدد الوحش انه لو قرب هيحرقه بنيرانه. وهنا الوحش بيخاف وبيجري، وبيبان بعد كده ان ده اختبار من ديارا كان عامله للتنين ونجح فيه عشان يثبت له ان هو شخص مسؤول وقدر انه يحمي الاطفال ضد الوحش رغم ان هو فقد الثقه في نفسه. عشان كده التنين ليتي بيطلب من ديارا بيت يكفي ليه هو والطائر واللي بيسميه بيب. وبنشوف التنين ليتي وهو بيستنجد بديارا لان فلوسه خلصت بسبب اكل بيب وادويه البرد. عشان كده ديارا بيقترح عليه انه يشتغل عشان يجيب فلوس ويقدر يشتري بيت يعجبه وكمان يقدر يراعي بيب رعايه عاليه. وهنا بيوعدوا ليتي انه هيشتغل باقصى جهد بس هو ما يعرفش هيشتغل ايه، فبياخدوا ديارا لمدينه كبيره كلها شغل وبيقترح عليه انه يشتغل مثلا كبايع. لكن بيخاف التنين من هجوم المرتزقه واللصوص عليه، فبيطمنوا ان المدينه محكومه واي حد بيعمل حاجه زي كده بيتم القبض عليه وبيخش السجن. وبياخدوا المكتب الوظائف عشان يجيب له وظيفه، وبيقابلوا موظف وبيكلفه بوظيفه قطع الشجر والصخور وبيديله ازميل وشاكوش عشان الكتل اللي هيقطعها دي بتستخدم في بناء البيوت. وبيبدا مهمته بكل نشاط وجديه، لكن بيفاجئ ان الاجر مش مكفي حاجه. وهنا بيوعدوا المنسق انه يلاقي له شغل تاني بسعر اعلى زي موظف استقبال في فندق. لكن للاسف التنين سبب رعب وهلع لكل اللي شافوه من الرواد او من سكان الغرف. وهنا ديارا بيتدخل وبيقترح انه يشوف له وظيفه ما يقدرش يعملها غير التنين. وهنا بيقابلهم فتى اسمه روبرت وبيطلب من التنين خدمه انه يروح لاصحابه ويعمل انه استدعاه بقدراته عشان يثبت لهم انه قدر يستدعي وحوش. وفعلا بيتفقوا مع بعض على الحيله دي وبيروحوا لاصحابه وبيوريهم التنين ليتي، لكنهم بياخدوا الموضوع ببساطه بل بالعكس بداوا يستهزئوا من التنين. لكن فجاه بيب بيتدخل وبيصرخ صرخه شديده بيفقدوا الوعي كلهم منها. وهنا ديارا بيفهموا ان بيب افتكر انه في مشكله وحب انه يساعده وقدر انه يكسب المال وبيطلب شغل تاني، فقال له ممكن تبقى في حقل تجارب. عشان كده ديارا زودوا ببعض القدرات الدفاعيه عشان ما يتصابش اثناء التجارب. وبيقابل ليلي اللي ما شافهاش من يوم ما اتنصب كسيد للقوم بعد ما اختاروه عن طريق القرعه، ولانه اكتر واحد عنده قدرات وهو ما كانش عايز المنصب، وتعرف عليها يوميها وبتهنيه لانه هيبقى الحاكم لكل الكائنات غير البشريه في المستقبل وهيبقى ليه مركز عالي وشرف وثروه كبيره. وهو بيقول لها انه مش عايز كل الكلام ده. عشان كده لما عملوا حفله تنصيب للحاكم الجديد اتفاجئوا
فاجئوا انه حاطط ورقه استقالته على الكرسي وراح عشان يتجول في قصر الحاكم، وبداوا يدوروا عليه عشان يرجعوه لحفله التنصيب مره تانية، لكن كان وصل للوحه منع المتطفلين وبدا انه يكمل المعادلات بتاعتها فبدات تتفعل، عشان كده اشتغلت دفاعات الميه والتجميد عليهم وكمان شغل الحراره، لكنهم في الاخر بيلاقوه بيترجوه انه يقبل حتى لو لفتره صغيره. ولما لقى في حروب بين الاجناس المختلفه قدروا انه يمنع الحروب دي ويوفق كل الاجناس انها تعيش مع بعض في سلام. وهنا بيخلص التنين التجارب وبيطلب منه الشخص خدمه قصاد انه يديله مكافاه، لكن بيطلع ان ده فخ من مجموعه مجرمين وقدروا انهم يقبضوا على ليتي وبيب ويخطفوه ويمشوا. وبنشوفه هو محبوس في السجن وبيحاول يهرب، لكن بيشوف الحصان ستيف اللي بيقدر انه يفتح له الباب وبيدعوه عشان يتعرف على بقيه المساجين في السجن. وبيسالهم ليتي اذا كانوا حاولوا يهربوا قبل كده، قالوا له لا لان الهروب هنا صعب وعقاب اللي بيهرب اشد صعوبه، لكن هم بيسيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه جوه السجن من اكل وشرب ولعب. لكن في الاول وفي الاخر هو سجن واكيد كلهم مسجونين عشان حاجه غلط عملوها. لكن الحصان ستيف اخده في جوله عشان يشوف باقي السجن، واول حاجه بيوريه الحمام وبعدها بيوريه الجيم وبعدها بيوريه المسرح وسط انبهار ليتي، بس بيبقى عارف ان كل ده عشان ما يفكروش في الهروب وكمان ممكن يلعبوا مع السجانين. لكن بيكتشفوا ان وقت اللعب خلص وجه وقت الشغل، وهي المواجهات في ساحه قتال بينهم بين المخلوقات وبين بعضها، وبيبقى قتال حتى الموت، وكل ده عشان الشعب يتسلى. وكانت اول مواجهه بين الهياكل العظميه الثلاثه وبين التنين ليتي، وفعلا بتبدا المعركه بينهم وبيبدا ليتي يهرب منهم في الساحه، لكن فجاه بيضربهم بديله ضربه قويه جدا وبيقدر انه يفك الهياكل العظميه كلها وبيكسب النزال. لكن بنشوفهم بعد كده وهم بيرجعوا لطبيعتهم تاني، وعرفنا ان كان في سيناريو مترتب عشان اللي حصل ده يحصل بالطريقه دي. ولما بيرجع ليتي الاوضه مش بيلاقي بيب وبيبدا يدور عليه وبيلاقيه في الاخر في حجره التلج عشان ياكل، وبيجيب لهم خبر ان ملك الساحه القتاليه توفى وابنه ناوي انه يسرح الحراس كلها ويقتل الحيوانات، عشان كده كان لازم يفكروا في الهروب قبل ما يبدا الابن في تنفيذ مخططه. وعملوا اجتماع عشان يفكروا هيهربوا ازاي، وفعلا قرروا انهم يهربوا عن طريق المجرى المائي اللي تحت المكان كله وبيطلع على بير قديم خارج الساحه القتاليه، ولازم يعملوا فريقين، فريق تشتيت انتباه وفريق للهروب. واختاروا ان التنين هيكون في فريق التشتيت، وبيتردد التنين في الاول لكن في النهايه بيوافق وبيبداوا خطتهم فعلا، وبيقرروا انهم يلهوا الحراس وبعدين يخطفوهم ويحطوهم في الاقفاص مكانهم. والتنين متنكر في صندوق شبه الاحجار وبدا يهاجم الحراس بيه وهم بيجروا، ولما فاقوا حاولوا يهاجموا التنين لكن بيب بيصرخ صرخته المدمره، وفريق التشتيت بدا يكمل المهمه وبداوا يكرروا الموضوع ده وهم بيجروا ورا التنين، وبقيه فريق التشتيت بيحبسهم في الاقفاص لكن بتقدر الحراس تحاصرهم. لكن فجاه بيظهر ديارا وبينقذهم وبيكون مبسوط انه بيشوف ليتي في المستوى ده واللي بيطلب منه انه يخرج من المكان، وبيوافق ديارا بس بعد ما يمحي ذاكره الحراس عشان محدش يطاردهم بعد ما يمشوا. وفعلا بيقدروا انهم يهربوا وياخدوا الحاجات اللي كانت معاهم في الساحه، وبيقرروا انهم يعملوا سيرك متنقل، وبيرجع ديارا مع التنين ليتي عشان يكملوا رحلتهم في البحث عن بيت مناسب، وبيقفوا عشان يستريحوا شويه من تعب الرحله. وبينام ليتي وبيشوف بيب طاير في السماء وبينفعل معاه، وديارا بيقول له ان هو ممكن يروح يتفسح شويه ويرجع قبل الغروب، وبيحذره انه يروح مع اي حد ما يعرفوش. وفعلا بيبدا جولته وهو ماشي بيقابل ليبر القزم اللي بيحكي له قصته انه كان عايش هو وصاحبه في حذاء، لكن جه واحد من المغامرين واخد الحذاء ورماه، وصديقه كان جوه الحذاء وهو بيدور عليه، وبيقدر بيب انه يلاقيه وبيرجعه لصديقه تاني، وبيشكره انه جمعهم مع بعض وبيطلبوا منه خدمه انه يلاقي لهم حذاء جديد يعيشوا فيه. وهنا بيشوفوا مجموعه من المغامرين منهم مغامر قالع جزمته، ففكر في حيله انه يرمي عليهم ديدان الشجر اللي هم واقفين تحتها، وفعلا بيقدر يهز الغصن وبيوقع الديدان عليهم وبيسيبهم بحاله من الرعب، وبيجروا لدرجه ان المغامر بيسيب فردة الجزمه وبيجري من غيرها وبياخدها بيب وبيديها للاقزام عشان يعيشوا فيها، وهم بيشكروا جدا على مساعدتهم. وبيرجع بعد كده ليتي وديارا اللي كان قلقان عليه، وبيفرح ليتي انه رجع مره تانية بسلام لانه كان خايف عليه من الوحوش الموجوده في الغابه، لكن ديارا بيطمنه انه دلوقتي ممكن يتولى امره من غير خوف، وبيحكي له انه وهو صغير كان بيعيش في سلسله جبال ثلجيه وكان فيهم مغامرين مرتزقه كتير، وهو كان بيتربى وسطهم وكان بيتدرب عشان يواجههم، وانه من الاصل جاي من قريه قديمه وكان عايش فيها وكان مغامر بالتعلم، وعشان كده عمل لنفسه مكان عشان يقرأ فيه لوحده. لكن للاسف المكان كان على شجره واهله لموه عشان كسر غصن من الشجره دي، وعشان كده عاقبوه بنفيه للارض الجليديه عشان يعيش مع حيه ضخمه عشان تعلمه الحكمه، وبنعرف ان اسمها جورمو. وبيقول لها ديارا انه عايز يتعلم حاجات كتير، لكن الافعى جورمو بتقوله لازم الاول نحضر مكان دافي عشان يعرف يعيش فيه ويتعلم كل اللي هو عايز يتعلمه. وفعلا بدات الحيه تعلمه اللغات والفلسفه والتاريخ والاحياء والصخور والنجوم والطب، لكن كانت في مشكله وهي كل ما يدوله بيت يلاقوه مهدود، فبيرجع للحيه وبيقعدوا يفكروا مع بعض ازاي يبنوا بيت يستحمل. وفعلا بداوا يبنوا بيت حته بحته بعد ما عملوا التصميمات اللازمه، وعمل بيت قوي عشان يعيش فيه، وفضل عايش
عايش لحد ما ظهر التنين الاسود. وبيتعرف التنين الاسود على ديارة اللي بيلقبوا التنين الاسود بالملك الاسود. وبنعرف ان التنين اسمه فرني، وانه كان بيدور على بيت يسكن فيه، وكان واخد وصف للشخص اللي هيساعده في الموضوع ده. وحب ديارة انه يعتذر عن المهمة دي، لكن التنين بيصمم ان هو ده الشخص المطلوب. وبيعرف ديارة ان التنين ده كان معروض عليه جايزة للي يلاقيه من جانب المغامرين، عشان التنين ده مش محبوب بالنسبة لاهل القرية وعايزين يخلصوا منه. عشان كده هو بيدور على بيت يسكن فيه. وبيحاول ديارة انه يعتذر مرة تانية، وانه يلجأ لمكتب عقارات يساعده، لكن الافعى العملاقة بتظهر وبتطلب منه انه يساعد التنين الاسود ويدعمه لحد لما يلاقي طلبه. وفعلا بيوصلوا لنقابة المغامرين اللي هي عبارة عن حصن. وبيفكر التنين انه ياخد الحصن لنفسه ويسكن فيه. ولما بيحاول ديارة يعتذر بيهددوا التنين انه هيبلغ الافعى العملاقة انه مش متعاون معاه. فبيوافق ديارة وبيروح معاه، وبيبداوا يهدوا الباب بتاع الحصن، وبيشتبكوا مع المغامرين الموجودين، وبيقدروا انهم يتغلبوا عليهم وسط مقاومة شديدة من المغامرين. وبيساعدوا ديارة بقدراته، ورغم عدم قدرتهم على الفوز في اي جولة من الجولات، لكن برضه بيحاولوا مرارا وتكرارا. وبيفاجئ ان التنين بعد كل ده مش عايز يسكن الحصن ده، وبدأ يستعد عشان يمشي ويشوف البيت اللي بعده وسط ذهول ديارة اللي بيفهمه ان البحث عن بيت يسكن فيه مهمة مش سهلة. وبيعرف ان التنين هيفضل يدور على كل البيوت لحد لما يلاقي البيت المناسب ويسكن فيه. وفعلا بيشوفوا اكتر من نموذج لبيوت، لكن مفيش ولا بيت بيعجبه. وبدأ ديارة يتنرفز وبيحس انه بيضيع وقت. وبيعترض التنين على ان الارضيات والابواب بتتكسر بسهولة وده مش هينفع معاه. وهنا ديارة بيقول له انه هيجيب مواد بناء معينة ويبدأ يعمل لها اختبارات لحد ما يلاقي تركيبة تستحمل التنين. وكمان بدأوا يجربوا الجدران الموجودة في بعض نقابات المغامرين، وانتشر بين الشعب ان التنين الاسود بيهاجم وبيكسر الجدران، لكن بيمشي بعد كده من غير ما يعرفوا هم بيخططوا لايه. وفي الاخر ديارة بيبلغوا انه مش ممكن هيلاقي بيت من بيوت البشر يقدر يسكن فيه، وكده لازم يبني له بيت مخصوص. عشان كده بيدلوا على امهر البنائين عشان يتولوا بناء البيت بتاعه. لكن فجأة بيشوف نقابة مغامرين تانية، وبياخد ديارة لحد هناك، وبيوصلوا بيكسروا جدار القلعة كالعادة. والمغامرين بيحاولوا يدافعوا عن نقابتهم لكن ما بيقدروش، وكالعادة بيرفض التنين انه يسكن في النقابة دي. وهنا بيسألوا ديارة عن هدفه للحصول على بيت، وبيقول له التنين انه نفسه يتجوز ويجيب اولاد، ولازم تكون زوجته واولاده قاعدين في مكان امن من غير اي مضايقات من اي حد. وبنشوف الصياد هيوي ومعاه القط بتاعه واسمه ألبرت، وهم في مهمة العثور على التنين الاحمر واصطياده، لانهم شافوه مرة وعرفوا انه تنين كسول وجبان ومش بيطير، فقرروا انهم يصطادوه. ووصلوا فعلا لاول مبنى، لكنهم بيشوفوا اثار رجليه وعرفوا انه ساب المبنى ومشي في الاتجاه ده ودخل في الغابة المظلمة اللي بيخاف الصياد هيوي انه يدخلها. وبيقرر انه يلف حواليها، وبيوصل للبيت التاني اللي كان برضه عنده ومش عارفين يدخلوا. وبيبدأ يخبط على الباب ومحدش بيرد، فبيقرر انه يعسكر جنب البيت ويراقبه. وبيشوف بعض المغامرين وهم بيدخلوا البيت، فبيبص عليهم من الشباك. وهنا بيلاقي المغامرين اللي دخلوا البيت وهم مهزومين، والحيوانات الحارسة بتبلغهم ان التنين الاكبر بيهدف انه يسيطر على العالم، وممكن بقوة نيرانه انه يقضي على مدن كاملة. وبيقرر هيوي انه يرجع مرة تانية عشان يجيب اسلحة ضد النيران المحتملة. وفعلا بيروح نقابة المغامرين وبيطلب منهم موارد عشان هو في مهمة اصطياد التنين الاحمر، تنين اللهيب الاكبر، لانه وحش وبيهدد العالم كله. وبدأ يراقبه، وفعلا بيشوفه وهو بيقف ضد بعض المغامرين وبيستعمل نيرانه وبيقضي عليهم وسط رعبه هو والقط ألبرت. وبيعرف انه غلطان، عشان كده بيصرف نظره عن مهاجمته. وبيفتح التنين لقى البضاعة اللي كانت مع المغامرين اللي كانوا واخدينها، وبيفتش فيها وبيلاقي فيها فتاة، وبيصحيها ديارة. وبيتفاجئوا ان الفتاة بتتهم التنين لتي انه هو اللي خطفها، وبتعرفه بنفسها انها من العيلة الملكية. وهنا ديارة بيشرح لها اللي حصل، وكمان بيعرضوا عليها انهم يرجعوها لعيلتها الملكية، لكن بيفاجئوا انها اساسا هربانة منهم وما عندهاش استعداد ترجع ليهم تاني. وبتسألهم اذا كان عندهم بيت ممكن تقعد فيه عشان تستخبى من الناس اللي بيلاحقوها من ساعة ما هربت. وبتبالغ في مواصفات البيت اللي هي عايزاه من حيث الرفاهية والمنظر والامكانيات، لكن بتتفاجئ ان ديارة بيوديها كهف وفي بركة مية، لكنها لما بتعترض رجلها بتتزحلق وبتقع من فوق الجبل. لكن التنين بيقدر انه ينقذها، وبتقتنع في النهاية انها تاخد حمامها بالطريقة اللي التنين جهزه ليها بعد ما تسخن المية في البراد وهو واقف يحميها. وفعلا بيلاقيها الحرس الملكي اللي بيدور عليها، وبيفتكروا ان التنين هو اللي خطفها، وبدأوا يهاجموها عشان ينقذوا الاميرة من بين ايديه. لكن بيفاجئوا ان الاميرة بتقول لهم ان هي مش مخطوفة وانها هنا بمزاجها وسط دهشتهم كلهم. وبيفتكروا ان التنين سحرها وتحكم فيها بقدراته. لكن فجأة المية اللي في النهر اللي فاصل بينهم بتعلى وبتقذفهم كلهم، وبنشوف ديارة هو اللي عمل كده. وبدأ التنين لتي يحضر لها الاكل، وبتعرفه بنفسها وان اسمها ميل، وبتعجب بالاكل اللي عمله. وتاني يوم بنشوف ميل وهي قاعدة مع لتي وديارة وطائر بيب بعد ما قامت من النوم وعرفوا انها نامت بعمق عشان بقالها كام يوم ما بتنامش كويس. وكمان بنشوف لتي وهو قاعد محتار في شيء، وبتعرف ان ديارة طلب منه انه يكرر وجهته، لكن كان من الواضح ان لتي محتار حيرة شديدة جدا. وفجأة بيظهر كائن اسمه نشيم وشغال في مصلحة الضرائب وعايز ضرائب من التنين عن مكاسبه،
وبياخده على خيمة دفع الإيرادات عشان يكتب تقريره وإقراراته ونشاطاته، وبيوضح له التنين إنه في الوقت الحالي هو بيدور على بيت يعيش فيه وإنه بدون عمل، وكمان بيرعى طائر صغير وإنه ملوش عمل محدد. عشان كده نشيم اداله بطاقة إحصائيات ضعيفة جدا، لدرجة إن ميل ذهلت لما شافته إنه تنين وبالمستوى الضعيف ده. عشان كده نشيم جاب له إعانة بمبلغ عشان يقدر يصرف على طفله الصغير، وكمان بيوضح له كل الأوراق الضرورية بالنسبة لأوراقه الضريبية اللي المفروض يدفعها، لدرجة إنه أغمى عليه من كتر الأوراق وما قدرش يركز. وفجأة بنلاقي ميل ومعاها بيب وهم بيفوقوا التنين وهو لسه في حالة توهان، وبتوري له ميل الورقة اللي فيها الاتجاهات اللي هيمشوا عليها. وفعلا بدأوا ياخدوا بعضهم على المدينة البشرية، بس المرة دي نزلوا من تحت منها بفتحات المصارف، وبيلاقوا مكان قديم بيعرض عليهم ديارة انهم يعيشوا فيه. لكن ميل بتتعرف على المكان ده وبتقول ان ده القبر بتاع القصر بتاع عيلتها، وانهم عاملينه عشان يمرنوا المغامرين مع الوحوش فيه، وده ما كانش مناسب خالص للتنين. فبتحاول تقنعه ميل، وبيتفرجوا على معالم المكان والحاجات اللي ممكن يلاقوها فيه، لكن برضه ما قدرش انه يغير رأيه. فبيحاولوا يخرجوا من المكان وبيوصلوا للباب اللي بيخرجوا منه، لكن الباب ما بيفتحش. وديارة بيقول له انه مش هيقدر يفتح الباب ده الا بالحجر المخصوص بتاعه، وانهم مروا بيه لكن ما شافوهوش، فاضطروا يرجعوا عشان يجيبوا الحجر ده. وبيخشوا اوضه وبيلاقوا فعلا حجر محطوط على ترابيزه. اول لما التنين بيمسكوا بيبدا السقف ينزل عليهم والباب بيبدا يتقفل، وحسوا انهم دخلوا في فخ. لكن الطائر بيب بيقدر يرشدهم لبوابه مخفيه بيخشوا منها وبينقذوا التنين في اخر لحظه قبل ما يقفل عليهم. وبيلاقوا سلالم في الاوضه دي، ولما بيطلعوا بيلاقوا نفسهم جوه قصر ميل الملكي، وبيعرفوا انهم دلوقتي في بيتها. وبنعرف حكايه التنين العظيم اللي كان بيحرق المملكه في ليله واحده، واطلقوا عليه سيد تنانين اللهب، وكان كائن شرير نشر الموت والدمار في كل حته، وكان كل الابطال اللي بيحاولوا يواجهوه كان بينهي عليهم في لحظه، وخلى الناس تعيش في رعب وفزع على طول. وفي نفس الوقت اختفت فيه الاميره، والملك بعت جنوده عشان يدوروا على الاميره المفقوده، لكن للاسف سابوا القلعه من غير حراسه. وهنا بيظهر التنين خلف اسوار القلعه ومعاه الاميره الرهينه، فبيكتشفوه وبيحاصروه وبيحذروه انه يسلم الاميره والا هيضطروا انهم يحاربوه. وهنا بيفكر ليتي هو وصل الموقف ده ازاي، وبيحاول يطلب من الاميره ميل انها تفهم والدها ان هو مش خاطفها وتقول له على اللي حصل، لكنها بترفض كلامه بسبب خلافاتها مع ابوها. فبيقترح على ديارة انه ينقلهم بالانتقال الآني، لكن بيوضح له ان القصر ده ضد قدرة الانتقال الآني عشان حمايته من الاعداء اللي ممكن يجوا من بره. فبيقترح انهم ينزلوا مرة تانية لقنوات المصارف ويرجعوا من نفس الطريق، لكن للاسف الطريق كان مسدود. وهنا بيقترح ديارة ان مفيش سبيل غير انهم يدافعوا عن نفسهم، وفعلا بدأوا ينفذوا. وبدأ بيب يطلع صوته القوي والحراس بيفقدوا الوعي، وبدأوا يقفلوا كل مداخل القلعة المهمة اللي ممكن يوصلوا لهم عن طريقها. وهنا جه الدور على الجانب الهجومي، وبتحاول الاميرة انها تشارك معاهم، لكن التنين بيحاول انه يغير رأيها عشان ما تحاربش ابوها، لكنها بتصمم على ده عشان تفضل واقفة جنب اصدقائها. وفعلا بيشوفوا الجيش وهو بيخش الساحة بيقفلوها عليهم وبيحاصروهم فيها، وبيبدأوا يرموا عليهم الحجارة. وبيعرف الملك انهم ما عملوش اي تقدم، فبيقرر انه يخش من مدخل سري جوه القلعة. وفعلا بدأوا يهاجموا القلعة وبدأوا يمروا من البوابة لحد ما وصلوا للبوابة الأخيرة اللي جواها التنين ليتي ومعاه الأميرة وديارة. وازداد الوضع صعوبة، خصوصا ان الأميرة شافتهم وهم بيستخدموا الحبال والسلالم عشان يتسلقوا جدران القلعة عشان يوصلوا لهم. وهنا بيسمعوا الملك وهو بيعرض عليهم عرض انهم يرجعوا بنته الأميرة وهو هيعفو عنهم تماما. وهي بتسمع كلام ابوها وبتتأثر بيه جدا، وبيقرروا انهم ينزلوا للملك ويسلموه الأميرة. وفعلا الأميرة بتوافق، ولما الملك بيحس بيهم بيبقى عايز يشتبك مع التنين، لكن بيخش أوضة معاه وبيقفل الباب عليهم. وهناك بيلاقي بنته ومعاها طائر الصغير وبيفرح ان هي بخير. وهنا بيظهر ديارة ومعاه تنين ليتي، وبتوضح له الأميرة ان هم ما سببولهاش اي متاعب، بالعكس هم اصدقائها وكانوا بيعاملوها احسن معاملة، وكمان كانوا بيحموها. عشان كده الملك بيكافئه بمركب يخليه يعرف يطير وبيشوف الدنيا من اماكن عالية مكافأة ليه على حمايته لبنته. وفعلا بيحييهم وبيشكروهم، وبياخد التنين ليتي طائر بيب ومعاه ديارة وبيودعوهم، وبيطيروا من القصر عشان يكملوا رحلتهم. بعد ما اقتنع التنين ان العالم كله ممكن يبقى بيته، مش لازم يعيش في بيت محدد، وانه لازم يساعد اي حد محتاج المساعدة وما يستقرش في مكان معين، لان العالم فيه اماكن حلوة كتير ولازم يشوفها كلها. وهنا بتنتهي حكاية التنين ليتي. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وما تنساش تشترك في القناة الاحتياطية، سايب لك اللينك بتاعها تحت في الوصف، هننشر عليها في الفترة اللي جاية. وفي النهاية ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكاية جديدة، والسلام.